دي ألواح الغسيل البايوتيرم بلانك. في منها 3 أنواع، بس أنا بحب النوع ده لأنه أقواهم يعني يعتبر. دلوقتي أنا مليت نص الغسالة المانيوال دي، الغسالة مليتها نصها مية، هغسل هاخد 2 من ألواح الغسيل، وهغسل شوية من الفوط اللي عندي. ادوب الالواح وبعد كده احط الفوط. بصوا الميه عملت رغوه ازاي. كل الرغوه دي من لوحين غسيل بس. دلوقتي هبتدي احط الفوط اللي عندي اللي بقالها فتره مش مغسوله، عايزه اغسلها واوريكم بعد ما تنضف. بصوا الميه دلوقتي هحط الفوط اهيت، فوطة الجسم، فوطة الشعر، فوطة الوش. انا حاطه ميه دافيه مش سخنه قوي، وفي نفس الوقت يعني عشان بس الفوط بقالها فتره مش مغسوله، فعشان تنضفها. بعد ما تخلص 5 دقايق كده هسيبها تتغسل او 3 دقايق وهوريها لكم. دلوقتي بعد ما خلصت اهو، بصوا الميه هبتدي اطلع الفوط واشطفها واوريكم بقى بعد ما تطلع. انا لميت كله حتى الاسبونجات الميك اب، حتى الليفه بتاعت اللاسكا سبا، حتى الجلاف بتاع الاستحمام كله بقى حطيته. قلت بالمره انا طلعتهم. دلوقتي هشطفهم بميه دافيه كله حتى القفاز حتى فوطه الوجه غسلتها. يلا غسله يا جماعه. هشطفهم بقى وانشرهم على المنشر الداخلي في البلكون، وبعد كده هوريهم لكم بعد ما يتشطفوا. دلوقتي قلت بالمره كده حمله النظافه، جبت فوط المطبخ بتاعت جرين واي برضو كلها وهديهم غسله كده. ممكن ازود شويه مستك، بس هي الميه مش نظيفه، فانا هستنى تاخد اللفه دي وهغير الميه واحط لهم مستك. انا غيرت الميه دلوقتي، هحط معلقه من المستك الاورنج ونص بس من الواح الغسيل اهوت. كده الفوط اتغسلت مره، ودي المره التانية هاخدها كده ايه دوره تانية علشان برضو ايه مكانتش نضيفه كويس. ادي فوطه الامتصاص الصغيره، ودي فوطه الامتصاص الوسط، ودي فوطه الامتصاص الكبيره، فوطه الاطباق القديمه اهي، فوطه الانفرفر، فوطه التراب القديمه، فوطه التراب الجديده، السبليتر القديمه، السكرابر، فوطه الزجاج، فوطه عامه. دقيقتين كده بس وتمام كده. يبقى كده اتغسل غسله محترمه.